النهارده احنا مش هنتكلم قانون، احنا هنتكلم عنك انت وعن حقك اللي كتير مش هيعرفهولك في حضانة الأطفال ورؤيتهم. أهلا ومرحب بيكم أصدقائي أصدقاء قناة على المنصة مع أحمد حواش، القناة اللي بتقدم لكم كل ما هو مختص بعالم القانون بشكل بسيط وعملي. هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم وشاغل دماغ ناس كتير، وخصوصا لما يكون في انفصال، وهو حضانة الطفل. وعشان كده هنقدم لكم شرح بسيط عن ايه هي الحضانة ومين اللي يستحق الحضانة وامتى الحضانة دي بتسقط. لو عايز تعرف الرد على الأسئلة دي تابع معايا الفيديو ده للنهاية، وما تنساش الإعجاب والاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد. مبدئيا كده، الحضانة في القانون المصري هي رعاية الطفل رعاية خاصة من أقرب الناس ليه، وده طبعا علشان القانون المصري بيشوف إن الطفل في الوقت ده بيكون أكتر حاجة محتاج ليها هي الاحتواء والحضانة، وده اللي بيخلي القانون إنه يبص على مصلحة الطفل فوق أي اعتبار. أما بالنسبة للتساؤل مين اللي ليه الحق في حضانة الطفل، وهنا بيحدد القانون قائمة بكل من هو مختص بالحضانة، وبيبدأ القانون هنا بأقرب حد للطفل وهي الأم. الطبيعي إن الأم هي الحاضنة للأطفال لحد ما يوصل لحد سن التخيير وهو سن 15 سنة. بعد الأم في حالة لو سقط عنها الحضانة بتتولى أم الأم، وبعدها أم الأب، وبعدها الخالات، وبعدها العمات. وهنا القانون بيدور على أقرب حد للطفل بحيث إن هو يوفر له أكتر رعاية وأمان في التربية. أما بخصوص شروط الحاضن أو الحاضنة، فالقانون اختص شروط معينة لازم تتوفر في الحاضن أو الحاضنة للطفل. وأول حاجة إنه يكون حسن السمعة، يعني مفيش عليه أي شيء وحش أو مضر أو هيضر الطفل في تربيته. تاني حاجة إنه لازم يكون قادر إنه يراعي الطفل رعاية كاملة ويوفر له بيئة مستقرة. تالت حاجة إن القانون اشترط على الأم أو الحاضنة إنها ما تكونش متزوجة من شخص أجنبي، يعني يكون في زوج غير أب الطفل. رابع اشتراط اشترطه القانون وهو وجود مسكن ملائم ومناسب لتربية الطفل تربية سليمة. طيب وإمتى هنا الحضانة ممكن تسقط؟ القانون هنا حدد الحالات بتاعة سقوط الحضانة بالنسبة للحاضن أو الحاضنة، وهي أول حاجة إن الأم لو اتجوزت بشخص أجنبي بتسقط عنها الحضانة، وتاني حاجة لو اتثبت إن الحاضن أو الحاضنة بيسيء معاملة الطفل أو بيأذيه بأي شكل من الأشكال، هنا بتسقط الحضانة فورا بعد إثبات الأذى أو الضرر اللي بيتعرض له الطفل. وتالت حاجة لو ما قدرش أو ما قدرتش الحاضنة إنها توفر بيئة مناسبة لحضانة الطفل وتربيته ورعايته، هنا طبعا بيكون قرار المحكمة القرار الأنسب واللي بيخدم لمصلحة الطفل. القانون هنا حدد السن القانوني للحضانة بالنسبة للولد أو البنت وهو سن 15 سنة. يقدر بعد كده الصغير أو الطفل إن هو يختار عايز يعيش مع مين، سواء مع الأم أو مع الأب. وفي حالة إن الحضانة مع الأم بيكون للأب هنا حق الرؤية، وبيرفع الدعوة بتاعته في المحكمة، وبيقدر إن هو يشوف الولد أو الصغير أو البنت على حسب في أقرب مكان عام زي النوادي أو الأماكن العامة اللي بتحددها المحكمة، وده طبعا علشان يكون في تواصل مستمر بين الصغير وأبوه حتى بعد الطلاق. والسؤال اللي شاغل دايما ناس كتير، هل الأب يجوز له أن يضم حضانة الأطفال بعد سقوط الحضانة عن الأم؟ الإجابة نعم، بس الأب عليه إنه يثبت إن هو هيوفر كل الشروط اللي اشترطها القانون، وهيوفر البيئة المناسبة والاحتواء اللازم للصغير. وفي الحالة دي طبعا القانون بيسمح للأب بإن هو يكون الحاضن للصغير. طيب وفي حالة إن الأم اتجوزت وهي حاضنة للصغير، في الحالة دي القانون قال إن الحضانة بتنتقل من الأم إلى أم الأم في حالة كونها جاهزة لرعاية الأطفال، وما تلاها من أم الأب والخالات أو العمات. وبكده نكون جاوبنا على معظم الاستفسارات الخاصة بحضانة الأطفال، ودي كانت كل التفاصيل اللي تخليك على علم ودراية بكل موضوع الحضانة. ولو في أي مواضيع أو استفسارات تانية تقدروا تسيبوها لنا في التعليقات، وما تنساش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو علشان يوصلك كل جديد أول بأول.